مكملين معاكم وفاضل لنا دقايق بسيطة ويخلص وقت برنامجنا، لكن بسرعة هحاول أقول بعض التعليقات اللي جات لنا على البوست اللي موجود على الفيسبوك على صفحة برنامج هي وهي مع أميرة شعيشة. رودينا بتقول مستحيل، دي ممكن تكتشف بلاوي ما تعرفهاش عنه، وغالبا اللي بيتعرف على حد عن طريق النت ما بيكونش داخل بجد، بيكون بيتسلى أصلا. نسبة الكذب في العلاقات دي بتكون كبيرة جدا. والله وجهة نظر برضو يا رودينا ان في بعض فعلا الناس والاشخاص اللي مش بيبقوا جادين في تعرفهم على الناس وبياخدوا الموضوع تسالي، فدور اي واحد او واحدة ان هي تكتشف مين الشخص اللي قدامها الجدير بالثقة والاحترام، اكيد من خلال المناقشات، من خلال بعض المنشورات، من خلال ارائه هتعرف مين هو الشخصية اللي ممكن تتعرف عليه. شريف طه بيقول لا اعتقد ان الفيس او تويتر اساس جيد للزواج لكنه اساس للتعارف. محمود الاشقر بيقول لما يكونوا في ارض الواقع هيتفقوا اكتر. أستاذ عادل رستم بعت لنا تعليق وبيقول ليس هناك حقيقة مطلقة، ما يمكن تسميته بتجربة ناجحة صعب تعميمها، ولكن ولأننا من منطقة مرتبطة بالعادات والتقاليد إلى حد ما ونعرف بعضنا البعض، أعتقد أن الفيس وإن صدق أحيانا إلا أنه يخفي أشياء كثيرة. وقبل الفيس كانت بعض المجلات والجرائد لها باب أريد عروس أو أريد عريس، وكان له رواج كبير. أنا شخصيا أتحفظ كثيرا على العلاقات الفيسبوكية حتى ولو أدت إلى علاقة زواج، أشياء كثيرة يمكن اكتشافها بعد الزواج. بنشكر حضرتك أستاذ عادل على تعليقك، هو فعلا يعني جدير بالمناقشة والاحترام. إن فعلا في وقت سابق كان في بعض المجلات والجرايد فيها أبواب ثابتة في مواصفات العروسة أو العريس، يمكن اختفت شوية دلوقتي مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، بقى يعني متاح لكل الناس ان هي تعرف بعض ويعرفوا بعض من خلال الفيسبوك او من خلال تويتر او من خلال الانستجرام او من كل المواقع المختلفة. محمد سويدان بيقول بينتج عنه زواج فاشل وحب افشل. لا طبعا ده تواصل اجتماعي وليس تواصل عاطفي، ده من وجهة نظري المتواضعة والشخصية. ممكن يا محمد يبقى كلامك مظبوط، لكن الحقيقة ان كان معانا تجربة في اول الحلقة اثبتت انه يعني احيانا بينتج عنه علاقة ناجحة مش فاشلة ابدا وحب ناجح، والدليل هي المتصلة اللي كانت معانا في اول الحلقة. أستاذ هاني بيقول شيء جميل عندما نتواصل مع بعض وبنتبادل الأفكار وبنتحاور في حياتنا وبنتبادل المعلومات وحلول للمشاكل مع بعضنا، وهذا كله كان في صعوبة في زمان بسبب الانشغال والوقت، لأن أصبح نتبادل المعلومات والأفكار والنقاش ونحن في أماكننا دون عناء أو تدبير للوقت من خلال النت، فهذا الشيء حل كتير وأصبح فيه ترابط أكثر. أما بشأن إمكانية حدوث حب وزواج طبعا ممكن، لأن الحب بيأتي بالمعاشرة والعلاقة أو الإعجاب، وإذا دار حوار بيحدث عنه إعجاب ثم حب ثم ممكن تصل للزواج، ومن ممكن يكون زواج ناجح كمان. أنا أؤيد ذلك. زي ما أنتم شايفين يا أصدقائي إن في اختلاف في الآراء ما بين مع أو ما بين ضد، ودي حاجة صحية جدا إن احنا يعني مش كل الناس موافقين على الموضوع ده ومش كل الناس رافضين. بس في حاجة أنا يعني كنت عايزة أقولها لكم، هو لما كان أو يعني مازال موجود زواج الصالونات، اتنين ما يعرفوش بعض خالص، ممكن يكون من خلال الأهل يتعرفوا على بعض في منزل العروسة وأهلها، ويبدأ يبقى في مجرد تعارف وتبادل للكلمات، بعدها بيحصل مناقشة مع الأهل إذا كان هينفع يتم الارتباط ده والخطوبة ولا لا. طب ما هو ده مثلا مثال إن احنا في ناس ما نعرفهاش قوي، لكن من خلال العشرة ومن خلال فترة الخطوبة بنعرفها أكتر. فازاي نحكم على تجربة من خلال الإنترنت برضو بطريقة التعارف من خلال شخصية ممكن ما نكونش نعرفها بشكل جيد، ان هي ممكن تكون فاشلة بشكل نهائي او بنسبة 100%. الحقيقة ان الموضوع ده
يعني هو نقدر نقول فاشل وناجح في نفس الوقت. في ناس استخدمت الانترنت بشكل سيء جدا جدا، وحصل ووصلت للابتزاز كمان مع شخصيات مش كويسة، وفي ناس استخدمتها بشكل محترم جدا، وكان من خلالها الارتباط الرسمي، والحمد لله الحياة والأسرة بتبقى سعيدة. يعني هي مش مقياس حقيقي للموضوع. في تعليق جاي لنا بيقول انا شايف ان هو مش جاي من كوكب تاني، يعني بالعكس بيبقى على الاقل عارفه عنه شويه معلومات على ما يتقدم رسمي، على عكس ما حد ما تعرفوش يدخل البيت ولا عارفه عنه حاجه ويحصل ارتباط. هي التعليق ده بيثبت لنا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان فعلا ممكن يحصل ارتباط مع حد ما تعرفوش خالص يعني. احمد علي بعت لنا بيقول انا في واحد قريبي اتجوزها وهي من بلد تاني مش مصريه وعايشين، ومامته بتحبها قوي قوي. ده نفس الكلام اللي قلناه على الارتباط ما بين الدول المختلفه اللي ما بيحصلش غير على الانترنت وبعد كده بيتحول لزواج. هدي بتقول لنا انا متعرفه على جوزي من الفيسبوك. فناس بتقول لها وايه الدنيا وايه الاخبار، بتقول الحمد لله زي الفل، دعواتكم لينا، يا رب تكونوا عايشين في سعاده وهنا كده يا رب. حسن بيقول وانا متعرف على مراتي من الفيسبوك، كانت بتفهمني ان هي يعني مش عايزه ترتبط، وكانت يعني بتحاول تبعد عني، والحمد لله قربت وقدرت ان انا استحوذ على قلبها وارتبط واخش البيت من ابوابه. طيب في علاقات ناجحه جدا اهي. عمر بيقول لنا فاشل طبعا، الفيس ده زي الشارع، اختاروا البدايات كي لا تتعبكم النهايات. هو شايف ان ده فاشل. طيب احنا طبعا وقتنا بيجري بيكوا وبينا بسرعه جدا، كنا مستمتعين جدا النهارده معاكم، ومن خلال مداخلات الاصدقاء ومن خلال تعليقات الفيسبوك يا رب نكون قدرنا نوصل ان مش كل شيء ينفع ان هو يتعمم، لكن في طبعا اختلافات ما بين الوقت والزمان والشخصيه اللي انت بتتعرف عليها، وبالتالي ما نقدرش نحكم على التجربه بشكل كامل ان هي فاشله او ناجحه، لكن في الاخر بنتمنى ان يكون في حياة سعيدة لكل الأطراف اللي بيختاروا بعض، وبيكون في ما بينهم مودة ومحبة من خلال العشرة. ويا رب كده تفضلوا في حب ووئام وسلام، ونستناكم إن شاء الله الساعة 7 الأسبوع الجاي. وكنت معاكم أنا أميرة شعيشة، وكان معايا مهندس الصوت زميلي محمد إبراهيم. أشوفكم الأسبوع الجاي، إلى اللقاء. هي وهي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شعيشة.